أنا حاليا عمري 22 سنة. والدي وجدي كانوا يقاتلون في لواء بدر مع الإمام الخميني والإمام الحكيم، اللي هو هادي العامري. هادي العامري اللي هو محتل العراق دلوقتي. خاين عميل. يعني انت خاين، عميل ابن عميل ابن عميل ابن عميل، كلب ابن كلب ابن كلب ابن كلب، خنزير ابن خنزير ابن خنزير ابن خنزير. لانك انت اعترفت دلوقتي انك انت كنت بتقاتل في فيلق بدر اللي كان بيقاتل مع الجانب الايراني ضد العراق في حرب ال8 سنوات، وتقول انا والدي وجدي كانوا يقاتلون مع هادي العامري. اذا انت ووالدك وجدك خنازير ثلاثه مثل الخنزير الخميني. لك مني قبضة شارب نيابة عن القيادة. تفضل اكمل. ضد الطاغوت الارهابي صدام. مفهوم؟ ضد صدام اللي انتم كنتوا تدعموه. صدام كان عامل لكم كرامه يا حوش. صدام كان عامل لكم كرامه يا زبالات البشر. صدام كان عامل لكم كرامه يا سقط المتاع. صدام كان عامل لكم كرامه يا خونه. صدام كان عامل لكم كرامه يا عملاء. صدام كان عامل لكم كرامه يا خنازير الارض. صدام كان عامل لكم كرامه يا صهاينه الامه. صدام كان عامل لكم كرامه يا مجوس الامه. صدام كان عامل لكم كرامه يا يهود الامه. يعني لو مو عربي والله كان صرت عربي، ولو ماني عراقي فالعراقيين عرب وكراد، ولو ماني عراقي هم كان صرت عراقي. اعوذ بالله. اهو اعترف على الهوى اهو هذا الخميني اللعين، يقول لك انا وابويا وجدي كنا نقاتل مع فيلق بدر. عارفين فيلق بدر ده بتاع الكلب هادي العامري اللي هو وزير ولا كان وزير في الحكومه اللي فاتت. الامام اذا يقول حرب حرب، الامام اذا يقول صلح صلح. نعم نحن مع الامام. تمام. هذا الخنزير هادي العامري عميل ابن عميل عنده فيديو لينا بيقول لك الامام اذا قال صلح صلح، الامام اذا قال حرب حرب. يعني كان بيحارب. شوف، عراقي يحمل الباسبور العراقي وجواز السفر العراقي والجنسيه العراقيه وبيقاتل مع ايران ضد العراق. هؤلاء هم الذين يحكمون العراق الآن.